ايدي من عندي. والله طفش ما في يا ناس يا عالم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله عز وجل عزاءكم جميعا في زوجتي، وأسأل الله عز وجل أن يرحمها وأن يسكنها فسيح جناته. الإهمال الصحي في مصر أحد أبرز سمات المرحلة الحالية، كوارث متعددة وضحايا في كل مكان، وذلك للعديد من الأسباب. المسألة الأولى وهي مسألة الغش بالامتحانات. يعني سبق أن قلنا أن الغش بالامتحانات بشكل الغش كله حرام. أي غش فهو حرام. لكن هذا الغش، هل هذه الشهادة التي أخذها من الغش هل يجوز أن يستفيد منها في عمله؟ محدش قال لك أنك أنت فقير قوي. لا، يا ريت حد يقول لكم إن إحنا فقراء قوي. بشكل واضح على الملأ وأمام الجميع، حتى أصبحت صحة المواطن هي آخر اهتمامات المسؤولين في قطاع الصحة. فالمستشفيات العامة متدنية الخدمة، والمستشفيات الخاصة صاحبة الأسعار السياحية. أنا عاوز حاجة أصلا، كنا بس هيكفينا الكلمتين دول. لكن اللي حصل اننا بلغنا دلوقتي ان السيد مدير المستشفى طلع يتكلم وقال كلام كتير، والدكتور احمد مهران المحامي بتاعي رد عليه الرجل، فيعني كان لازم ان انا اتكلم. ما حدث مع امرأتي هو اهمال طبي جسيم، والمهمل والمخطئ اللي بيتلاعب بارواح الناس لازم يعاقب. يا عيال حرام عليكم، المرجله وين؟